قول لأي شخص اختار أي كارت، ونفترض مثلا نختار البنت، بنت سبيدز قدامكم اهي. هاخد البنت زي ما انتم شايفين كده في النص وبس. لو عملت كده هلاقي إن البنت طلعت فوق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. رمضان كريم علينا وعليكم، وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. النهارده هشرح لكم خدعة من ضمن خدع الكارد كنترول، وانا اصلا بحب الكارد كنترولز عشان هي بيزكس في الماجيك، هي الاساس او بداية الخدعة. انت الشخص اللي قدامك بيختار كارت، وانت بتتحكم في الكارت، بتخليه مثلا اول كارت، تاني كارت، اخر كارت. من هنا بقى دي بوابة ان انت تتنقل للخدعه الاساسيه بتاعتك. عشان كده انا بعتمد الكارد كنترولز، مهمه جدا 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 لاي ماجيشن. والميزه اللي في فيديو النهارده ان انت هتسمع معلومات اول مره تسمع عنها، بنقل لك بقى خبرتي اللي محدش علمها لي في كورسات ولا انا قراتها في كتب. فبجد فيديو النهارده مهم جدا. قبل ما نشوف الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس علشان يوصل لك كل فيديو جديد انزله. وبرضه ما تنساش تعمل لي فولو على اكونتات السوشيال ميديا بتاعتي، انستجرام وتيك توك، هسيب لك اللينكات تحت في الديسكربشن. بس كده عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نشوف الشرح. سر الخدعه دي يا جماعه هو كارد كنترول. انا بتحكم في الكارت، وانا بحب جدا حركات الكارد كنترول لان هي بيزكس في الماجيك. انت لو اتعلمت او عرفت تعمل كنترول للكارت المختار، خلاص انت من هنا فتحت على نفسك بوابه لالاف الخدع ما بتنتهيش. فاللي بيحصل كالاتي: بمسك الكوتشينه بالشكل ده، دي ايدي الشمال، وباجي باليمين بمشي على الكروت. اول ما اقول مثلا هنا يشاور على ده، بمسك الكارت ده بحطه فوق كده، فبيبقى في هنا 10 سبيدز، وفي هنا ايه؟ ولد دايموندز. تمام تمام. اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان انا بقول للشخص انت اخترت ولد صح؟ فيقول اه. ممكن مثلا تطلب منه ان هو يمضي عليه كمان، يعني ممكن هنا يكتب اي حاجه هو عايزها. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان انا بروح بالباك دي عند الولد كده، وبمسك الولد بالعشرة اللي تحت، واخدين بالكم؟ اهو بعمل كده، وبقلب ايدي الشمال كده، وفي نفس الوقت وانا بعمل كده بسحب بالابهام الكارت الفيك. انا هنا عملت مس دايركشن، يعني انا وريتك ان انا باخد الولد، بس انا في الحقيقه ما اخدتش الولد، انا اخدت العشرة. تمام. وبرجع دول كده، اعدل دي كده، واحط دول فوقيهم بالظبط كده، واقفل كده الولد اول كارت. تاني بالراحه بمشي على الكروت، بقول له شاور على اي كارت. 8 هارتس، حابب تغير رايك امضي عليها. مضيت. بص، بروح فوق. بص بالراحه خالص اهو، كده 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 كده. هشرحها لكم تاني، بس عايز اقول لكم حاجه مهمه: ان ميزه الحركه دي يا جماعه انها مش معروفه قوي، على عكس حركات كتير زي مثلا ايه، تلاقي انت نفسك اوقات وانت بتعمل خدعه لشخص وتقول له مثلا اختار اي كارت، ونفترض اختار ده مثلا، احفظ الكارت كويس بالعلامه، ولد سبحان الله، حط الولد في النص. بص، هفنط الكوتشينه دلوقتي، وتبدا بقى الخدعه بتاعتك. كده انت عملت دبل اندر كات، خليت الكارت اول كارت. في ناس تحس ان انت بتقابل ناس يقول لك ايه، كده الكارت بقى اول كارت. ليه؟ هم يعني فاميليار شويه بالحركه دي، الحركه اللي هي دي، فاهم؟ حركه الدبل اندر كات، فعرفوا كده ان انت طلعت الكارت فوق. لكن دي ميزتها ايه؟ ميزتها ان انت عملت ميس دايركشن، ميزتها ان انت مشيت على الكروت، وريته الكارت اللي هو مثلا عايزه، رحت على الكارت عملت الحركه اللي بنتفق عليها اهو، قفلت. انت هنا مش يعني خلاص، انت هو مفكر ان ده كارته، اللي حصل مس دايركشن، فكر ان ده كارته، دخلت كارته في النص. بس انت مش محتاج تعمل حاجه تانية، مش محتاج تفنط الكوتشينه، مش محتاج تعمل مثلا فيك شافل زي كده. خلاص انت كده الموضوع انتهى. ومن هنا ممكن تبدا سيناريو تاني بقى، ان انت مثلا بتتكلم معاه مش عارف ايه، تسرق الكارت، تحط ايدك في جيبك، او ايا كان انت عايز تعمل ايه بالكارت. ممكن تعمل مثلا دبل ليفت، وتقول له مثلا كارتك اهم حاجه ان هو مش 8 ومش 10 صح؟ هيقول لك اه. قول له بص هعمل بس كده، لان في كارت طلع وهو البنت سبيدز، الكارت بتاعك. تاني يا جماعه، تخلي الشخص يختار اي كارت، ونفترض مثلا اختار البنت ورده، بتروح على البنت، وبتبقى ايدك من تحت على الكارت ده، تمام، الكارت اللي هو ده، تقلب وتسحب ده. ليه بسحب ده؟ علشان هو ما يبانليش من هنا، فبسحبه بعد الايد كلها. الكارت هو بقى في النص
done، كل حاجة done، الكارت فوق، مش محتاج اعمل اي حركات تانية. والميزة في الحركة دي حاجة، هي ان انت الشخص بيشوف الخدعة مرة واحدة قدام عينه، على عكس ما تكون الخدعة معمولة في فيديو. يعني يا جماعة عايز اقول لاي شخص بيعمل خدعة، في خدع ممكن تتعمل قدام الكاميرا اكتر من مرة، زي مثلا خدعة المايند ريدنج، اللي هي مايند ريدنج بحت. انت بتقابل شخص قول له فكر في كارت مش عارف ايه، كارتك كان كذا، تمام، دي ممكن تتعاد كتير قوي في الفيديو. لكن انا مش بحبذ الحركات اللي زي دي تتعمل في فيديو. ليه بقى مش بحبها؟ علشان خاطر الشخص لو عمل الفيديو مثلا على سرعة نص او حاجة وجي يشوف، هيلاقي ان اللي بيحصل بص كده هوت، هو بقى مقلل الفيديو خالص، فهيبدأ يفهم سر الحركة. وبسببك يعني انت اللي شرحت له الحركه، او مش شرحت له، انت اديتها له جيف اواي، هديه، خد يا عم الشرح. ليه؟ بسبب ان انت عملتها في فيديو. ففي حركات كده انا عايزك بقى تدرس كل حركه. ده الكلام بقى يا جماعه اللي انا بقول لكم عليه، ان انتوا مش هتتعلموه في كتب، مش هتلاقي حد بيشرح لك او يقول لك على المعلومات دي. مش كل حركه تعملها في فيديو، علشان تاني في حركات لو الشخص مسك الفيديو بتاعك فلاه وبطأ الفيديو، هيلاقي ان الحركه دي ده انا عرفت سرها، ده شفت ده التسعه كانت فوق وعمل ايه ابن اللذينه كده. انا مش عايز ده يحصل. حركه زي دي ممكن تتكشف في فيديو. ليه؟ لان الفيديو زي ما قلت الشخص بيبقى ليه اكسس عليه اكتر من مره، ممكن يعيد فيه مره واثنين وثلاثه وعشرة ومية ويبطئ الفيديو ويعمل مش عارف ايه. لكن لما تكون قدام الشخص، يعني هو شاف الخدعه بعينه، انت ممكن تعملها قدامه مره واثنين وثلاثه وعشرة، ممكن ما ياخدش باله خالص. بس يا جماعه ده كان شرح الخدعه. اظن انتوا شفتوا قد ايه المعلومات كانت دسمه، ما تقلوش فيها بقى عشان الفطار. اهم حاجه ان انتوا تتدربوا عليها كويس. ولو انت مهتم تتعلم خدعه احترافيه اللي كانت سبب في وجودي هنا قدامكم في الفيديوهات، خلت عندي الثقه ان انا اطلع اتكلم واشرح في خدع، وكانت طبعا السبب الرئيسي ان انا انضميت لاكبر مؤسسات الخداع البصري في العالم. فهسيب لك برضو لينك الستور بتاعي تحت في الديسكريبشن، ادخل بص بصه. الخدعه اللي انت هتتعلمها دي خدعه مش هتلاقي مثلا واحد زيك بيعملها، لا، هي كلها افكار اصليه من تاليف الشخصي، بتتعرض على ماجيشنز كبار، وساعتها بيدوا موافقه ان الخدعه دي اصليه. الخدعه دي بقت متسميه باسم محمد جادو مثلا. وفوق كل ده طبعا الاسعار منافسه، انا مش محتاج اتكلم، ادخل شوف في اي مؤسسه خداع بصري الاسعار هناك كام، وتعالى شوف عندي الاسعار كام. فكل حاجه بتتكلم عن نفسها يا جماعه، انا مش محتاج اتكلم. وبس كده عشان ما اطولش عليكم، شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ووصلتوا لحد هنا. ما تنسوش تقربوا من ربنا وتحافظوا على صلواتكم وتصلوا على النبي. شكرا ليكم، سلام عليكم.